يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديدة في القناة تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يومي بكل تفاصيله معاكم. النهاردة نبدأ اليوم بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. يا رب فرج هم كل مهموم واجد الدين عن المدينين، قول اللهم امين. روتين كله بقى نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. بصوا، مش هتفرق النهاردة معانا السجع ولا الجو برد ولا اي حاجة كده، هنقوم نشوف شغل البيت. وبصوا اليوم كله النهاردة في المية والرغاوي والريحة المنعشة. انا بحب صراحة اليوم اللي بيبقى زي كده. اول حاجة بدأت يومي ان انا اعمل حاجة كده سخنة اشربها، وبعدين حطيت كده طبق من التمر او البلح، عشان اخد كام واحدة كده، يعني 3 سنة عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وبعد كده اشوف ورايا ايه. قلت بس ابدأ يوم اهم حاجة بحاجة سخنة كده تدفي الواحد وتديله. والبلح بيدي الطاقة ان انت تقوم تشوف وراك ايه. دي كانت مواعين كنت غسلاها بالليل قبليها، فقلت بقى كده ادخلها مكانها في المطبخ علشان الرخامة تبقى رايقة. والحوض ما كانش فيه حاجات كتيرة غير الحاجات بس مكان ما شربنا الحاجة السخنة. فضيت مثلا المنظم من التلاجة، كوباية مكان ابني كده، لكن ما كانش فيه صراحة مواعين كتيرة. فقلت برضه اشطب المطبخ عشان من الحاجات المهمة في يومي ان المطبخ يكون نظيف، عشان لو هعمل غدا يبقى مطبخي كده رايق واكمل باقي ايه شغل البيت كده وانا في روجان. لا، اليوم ده كان روجان صراحة. كانت كل الشقة نظيفة، ما كانش عندي غير ان انا اعمل المطبخ. واعزكم الله الحمام كان عايز صراحة تنظيفة عميقة من الاخر. كان باجيلي فترة كبيرة ما عملتش التنظيف العميق ده فيه. فقلت كده اقوم اشجعكم واتشجع بيكم، وقلت الله المستعان. وشمرت ايديا الحلوين ودخلت برجل اليمين. لو وصلت للجزء ده من الفيديو متنسيش اللايك والكومنت الحلو علشان استمر في الفيديوهات بتاعتي وتشجعوني. بس اهم حاجة ترفعولي الفيديو لاكبر عدد من الناس تشوفه عشان كل يستفاد. آه ولو لسه جديدة يا ست الكل كده تنوريني كده وتعرفيني ان انت لسه جديدة. بصوا ده الصابون سايل، بيتجاب بالكيلو من عند بتاع المنظفات. حلو جدا على فكرة، حبيت ان انا اوريهولكوا المرة دي. تقيل كده وبيرغي ما شاء الله، وبيوفر معاكي كتير جدا. الكيلو عامل حوالي 5 جنيه، فبيوفر معاكي. يعني انا مليت الجزازة دي لتر، و... وتفضل كمان معايا شوية من الكيلو، فيوفر معاكي بدل ما تجيبي الجزاز بأسعار غالية اللي هي جزاز الفري ومش عارفة ايه. لا، الكيلو ده حلو جدا وزيه زي الفري، وبينضف المواعين. اهم حاجة يعني عايزين نوفر الايام دي علشان في الغلا اللي احنا فيه ده، فعايزين نوفر في اي حاجة. يعني لو بنجيب مسحوق غالي لغسيل المواعين، لا نوفر ونجيب من عند بتاع المنظفات. الحاجات اللي هي السايلة دي حلوة جدا، هتساعد معاكي في التنظيف وهتوفر معاكي شوية. اكيد بنجيب الجزايز باسعار غالية، لا فنوفر بقى باي حاجة كده في حاجات بسيطة هتلاقي الدنيا ظبطت معاكي شوية. الله المستعان يا رب العالمين، وييسر لنا الحال الايام اللي جاية يا رب. فنحاول ندبر ونوفر على قد ما نقدر، لو بحاجات بسيطة جدا بس هتظبط معانا الدنيا. بعد كده بقى بعد ما خلصت المطبخ، المراية برضو اللي هي بين المطبخ والحمام كانت كده متبهدلة من البخار بتاع المطبخ، فكانت محتاجة ان هي تتعمل. فقلت بقى ايه اعملها كده بالمرة معاكم. ان هي دي بتبقى يعني واحنا داخلين واحنا طالعين مثلا بنبص فيها. لو جوز مثلا الصبح هو رايح الشغل علشان ما يصحيناش بيجي قدامها كده ويسرح شعره، فتكون متلمعة كده ونظيفة. بعد كده دخلت على الحمام بقى، حشت كده الحاجات دي. برضو منظفات تاني كنت جايباها، بساعد مع الاريال. بحط في الغسالة الاوتوماتيك مع الاريال ده زي برسيل جل، وبمسح منه الارضيات برضو بينظف الارضيات. كيلو البرسيل جل كان عامل 4 جنيه. كنت جايبة 2 كيلو، وجايبة كيلو صابون ابيض برضو. ده صابون ابيض غسيل بيساعد بيحوش الدهون من الغسيل، بيساعد مع الغسيل في الرغاوي. بينضف برضو لو في بقعة في اي حاجة. بس حلو جدا. يعني بحب ان انا اجيب 2 كيلو كده من البرسيل، وكيلو من الصابون الابيض، وبحطهم في الجردل ده
او الجيركن ده بي يعني بحط شوية كده، حوالي كوباية مع الغسيل، وابدأ مثلا لو عندي هغسل حمام، هغسل أرضية، هغسل غسيل، بحط منه شوية وابدأ ان انا اغسل بيه حلو جدا وبيرغي وبينضف وريحته كمان حلوة. بس بقى بدأت ان انا اغسل وما خفتش بقى من السجع والله العظيم وانا بغسل، ولا كان في سجعة ولا كان في اي حاجة، ما كنتش بردان. هو بس بعد ما خلصت بردت كده علشان الهدوم بتاعتي كانت غرقت بقى علشان التصوير بقى، يعني انا لو مش بصور هدومي مش هتغرق. فعشان انا بحاول ان انا مثلا ابقى فاردة اللبس بتاعه كله كده، فبدأت ان انا اغرق، فبعد كده غيرت عادي. كان الشباك برضو من الدهون بتاعة المطبخ اللي تحت بتطلع عليه زي بخار وكده، فالحوافي دي كانت كلها عبارة عن تراب بالبخار اللي هو تراب لازج. فبدأت ان انا احك كده في جامد، فالبرسيل الجل بيساعد على ان الدهون تطلع لو في دهون في اي حاجة. فصراحة ايه، نضفته كده وخليته زي الفل وبيلمع. خليت الجزاز كده ما شاء الله، والشباك بص خليت الحمام كله من بخار برضو الحمام طبعا لما بناخد شاور وكده بنعمل زي بخار في الحمام، فبيطلع برضو على الشباك، فلما بيبقى فيه تراب بيروح لازق. فحاولت بقى ان انا انضف كده على قد ما اقدر واظبط الدنيا، خليت الحمام ولا 5 نجوم. اليوم اللي بعمل فيه رغاوي وبعمل فيه ميه ببقى راحتي النفسيه ما اقولكوش، ببقى مرتاحه نفسيا جدا لما ببقى منضفه الدنيا. صراحه مش بعمل التنظيفه العميقه قوي دي غير اللهم صل على النبي كل فتره، يعني مش على طول بعملها التنظيفه العميقه دي. آه حطيت دلوقتي وانا بغسل الحوض كلور علشان الكلور يخلي الحوض كده يبقى ابيض وجميل. صراحة الكلور بيبقى جميل جدا. دي جزازة اللي هي الكلوريكس، ببقى جايباها من كوزيون. صراحة على طول بجيبها من كوزيون، بجيبها ب17 جنيه، بتبقى حلوة جدا، بتخلي الابيض ابيض وما تبوظش اللبس. بحط منها مثلا في الغسيل، في الغسالة، للحمام مثلا، للقعدة اعزكم الله. فصراحة بظبط بيها الدنيا، يعني الكلوريكس بيبقى حلو جدا. زي ما بقول لكم كده بتبقى الراحه النفسيه. الحمام بقى مش بعمله ليه على طول، ممكن اعمله يوميا، اللي هو القعده والحوض دولت يوميا، والارضيه كده بالفرشه. لكن الحيطان والكلام ده كله وابدا ان انا ادعك حيطان الحمام كلها لا، كل فتره، عشان يبقى فيه بس مصداقية، عشان الكلام ده هيحاسبنا عليه ربنا. مش بدعك الحيطان. انا بقالي فترة كبيرة مش فاكرة امتى، بس بقالي فترة كانت الحيطان صراحة زي الفل، بدعك اللي هو حوالين كده جنب الحوض، جنب مش عارفه ايه. لا، فالمرة دي بقى قلت انضف التنظيفه دي، حسيت ان العيد داخل علينا. عايزين نبدأ بقى في تنظيفات رمضان. ربنا يعود عليكم الأيام بخير. خلاص قاعد اهو حوالي يجي 60 يوم على رمضان، فقلت بقى ان شاء الله نبدأ كده. عايزة اجدد في المطبخ حاجات، فالدنيا افكار نجدد في المطبخ وكده. وشجعوني عشان نعمل حاجات حلوة كتير ان شاء الله. فبصوا انا واقفه كده على الجعد علشان اطول الحيطان يعني عاليه كده لفوق، فمحتاجه صراحه ايه، كرسي. فالكرسي خفت احسن اجي ازحلق من عليه ابقى ايه جضيت على نفسي علشان انضف الحمام. فقلت لا، اقف كده على الجعده، وعشان اقدر اتملك كده في الحيطه عشان ما اجعش من عليها. بس بقى كنت حاطه بقى ايه اللي هو داون وبرسيل جل زي ما شفته في الاول وكولوريكس، وظبطت الدنيا، وببدا ان انا اشطف كويس علشان بس الحاجه ما تبقاش مجيره معايا. دلوقتي في الوقت ده كان يوسف بقى كنت متنرفزه اخر نرفزه لما دخل معايا الحمام، عنده ازمه الحساسيه، وانا خايفه عليه من ريحه الكلور، وخايفه عليه يغرق من الميه مني، وابقى بالي بالين. فبقيت اماله صراحه متضايقه ومتعصبه، فما اقولكوش. فالمرحلة دي كنت متضايقة جدا. بعد كده بقى الباب الحمام برضو دعكته، علشان اللهم صل على سيدنا محمد انا ببقى حاطه الغسالة كده قدام باب الحمام، فلما باجي بطلع منها اللي هي الغسالة الصغيرة، بطلع منها اللبس واحط في التشطية عشان اشطف. فالرغاوة بتاعت المية بتطير كده على الباب، فبتبقى عامله زي الطجيره. فدعكته كده معايا بالمره وخليته زي الفل. وبعد كده جبت اعزكم الله الباسكت بتاع الكمامه ده، على طول لما باجي اغسل الحمام بروح غسلاه كده قبليها،
وعشان يبقى كل حاجات بقى ريحتها كده حلوة، ما يبقاش فيه شياطين، ما يبقاش فيه طاقة سلبية، نجيب الطاقة الإيجابية لما بندعك البساقط. ودي العادات اليومية الحلوة. لما تعملي كده الصبح، تقومي الصبح لو عندك الباسكت وسخ، تروحي غسلاه كده ومنشفاه وحاطة فيه كيس جديد. دي العادات صراحة، عادات صباحية حلوة كده. بحب اليوم اللي بيبدأ كل حاجة كده بتنضفيه فيها، وتبقى الدنيا كده زي الفل. بعد كده بعد ما ما خلصت البساقط وخلصت الحمام، ما كانش قاعد غير الارضيه، وكان معايا المطبخ عايز يتنضف الارضيه بتاعته عشان ما كنتش عاملاها. كبيت بقى ميه بداوني ببرسيل جل اللهم صل على سيدنا محمد، بالاوكسي. وبدات ان انا احك كده في الارضيه عشان يبقى ريحه المطبخ كله. بصوا ريحتهم فل، وبينوروا كده. كل ما بتخش المكان تلاقيه بيبرق كده من كتر النظافه. يا رب تكونوا اتشجعتوا وخدتوا قطعة من النشاط، وتكونوا بتستفادوا بأي معلومة يا رب العالمين، وأكون بشجعكم كده وبتستفادوا بأي حاجة. أهو بدأت إن أنا أحك في الأرضية كويس جدا بالفرشة. الفرشة صراحة بتنظف الدنيا وبتظبطها. بس أهم حاجة تشطفي، علشان تشطفي بمية كتير، علشان الأرض ما تبقاش مجيرة معاكي. بعد كده بدأت إن أنا أسحب الريمة دي والحاجات دي الرغاوة دي بالمساحة، عشان يساعدني ما اكبش مية كتير، عشان الدنيا بس ما تغرقش وتتبهدل. ايه يا يوسف؟ فبس تبدأ ان انا بساعد شوية، والمساحة بقى بتعمل ازمتها معايا، كل شوية تتفك. فبس ببدأ ان انا ازيح كده الريم، وببقى خلصت خلاص. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامة. بص، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. اصلا كان المطبخ نظيف، ما كانش فيه غير حاجات بسيطة بس كنت هعملها، ونضف اهو. الارضية اتمسحت وبقى الحمد لله، والتربو والغسالة هنا كده، الارضية والمراية بقت بتلمع، والدنيا بقت تمام. بعد كده بقى اللهم لك الحمد والشكر. كان بقالي فترة كبيرة ما عملتش الحمام، عملته وخليته زي الفل. بصوا الدنيا اهي، شوف بقى بيلمع.